كان لازم أقتلها علشان حياتي تتغير للأحسن. خلاص زهقت ومفيش حل تاني، وفعلا قتلتها وحياتي بقت أحسن، بس الوقت محدود جدا جدا. أنا حسام التركي، شاب عندي 17 سنة وما عنديش إخوات. أمي وأبويا متوفيين وعايش مع عمتي المطلقة. اتطلقت علشان مش بتخلف. عمرها في الوقت ده كان 45 سنة. عايشين أنا وهي في فيلا كبيرة جدا عندنا، وحياتنا كويسة جدا. بس كل ده من عز أبويا اللي عمتي أخدته بعد ما مات، وعلشان أنا كان سني صغير وقتها هي اتحكمت في الورث كله لحد ما أكمل 21 سنة. وقتها يبقى ليا الحق إن أستلم ورث أبويا، بس هي مش ست زي باقي البشر للأسف. هي بتعاملني أسوأ معاملة بدون أسباب. طلاقها من زوجها اللي كانت بتحبه قوي علشان هي مش بتخلف خلاها تكره كل الأولاد، وبقت ست عندها عقدة نفسية وقاسية جدا. وأنا خلاص مش قادر أستحمل من يوم ما أبويا مات من 7 سنين، وأنا عايش في جحيم بالمعنى الحقيقي. وخلاص هو ده الحل، إنها تموت ويبقى ليا الحق في ورث أبويا الكبير جدا. وكمان إحنا ملناش أي قرايب تاني، ففعلا لازم تموت. وده أقل رد فعل من اللي حصل فيا منها، من ضرب وحرق وتعذيب فيا. بس هنا السؤال، هقتلها ازاي وانا اول حد هيتشك فيه؟ بس الفكرة موجودة، بس مستني طريقة التنفيذ من غير ما يتشك فيها. مع الوقت جات في دماغي فكرة الشيطان نفسه يخاف يعملها. قررت اروح لساحر واعرض عليه قتل عمتي بأي مقابل هو يقول عليه، وتكون الموتة بأي مرض أو حادثة قضاء وقدر، وبعيد عني تماما. هو ده الحل الوحيد. وأكيد ده ساحر مش هيغلب يعني، ده شغل. ودورت على ساحر يكون مشهور وبينفذ الكلام ده عن تجربة من الناس اللي بتحكي عن حل المشاكل بإيد الساحر ده. وفعلا لقيته ورحت له. كان راجل مسن جدا وشكله غريب قوي وعليه غضب ربنا، بس كانت ناس كتير بتشكر فيه. دخلت واتكلمت معاه، وكانت المفاجأة كان عارف كل اللي هحكيله عليه، وقال لي انه هيساعدني. وانا فرحت جدا وقلت له هديك فلوس كتير بعد ما تنفذ. فضحك ضحكة خبيثة قوي وقال لي انا مش باخد فلوس، بس هتعمل لي طلبات تانية. وقتها من الفرحة اني خلاص عمتي هتموت وهبقى حر مركزتش في كلامه، وقلت له هعمل لك اللي انت عايزه. فمسك ايدي جامد وقال لي طلباتي هتكون عهد في دمك وروحك، تقبل العهد؟ رديت عليه وقلت له هقبل، بس اخلص الاول. قال لي وهتعمل كل اللي هطلبه منك؟ قلت له ايوه يا عم، بس خلصني منها الاول. قال لي قوم روح دلوقتي وتعالى لي بكره الساعه 2 بالليل. رديت عليه وقلت له ماشي، وفعلا مشيت. وانا مروح بفكر بصوت عالي وبقول لنفسي ده اكيد بيعمل الشوية كده وخلاص، ولما عمتي تموت هياخد الفلوس ونخلص. واقتنعت واقنعت نفسي فعلا بالكلام ده. وتاني يوم الصبح لقيت عمتي قاعدة لوحدها مش بتتكلم وساكتة خالص من غير العادة. وقلت اكيد في حاجة شغلاها احسن علشان تطلعني شوية من دماغها لحد ما اخلص منها. وطول اليوم كانت ساكتة لحد ما جه الليل، ورحت للراجل ده، بس كان المرة دي شكله متغير عن أول مرة. شكله كان متغير للأجمل، وطلب مني اسم عمتي وشوية معلومات عنها، وقال لي قوم روح بكرة آخر اليوم عمتك هتموت، وبعد شهر تجيلي علشان تنفذ كل طلباتي. في الوقت ده أنا كنت طاير من الفرحة، وقلت له هتموت ازاي؟ قال لي ما تسألش، وتجيلي كمان شهر من دلوقتي، ويلا امشي دلوقتي علشان مش فاضي. مشيت وروحت لقيت عمتي لسه نايمة، ودخلت نمت وانا كل تفكيري ان اخيرا هاخد الفلوس وهعمل كل اللي انا عايزه، وخلاص حق ابويا اخيرا هيرجعلي.
ونمت وصحيت على الظهر لقيت واحدة من الشغالين عندنا بتخبط على الباب جامد، بتقولي الهانم بتصوت وعايزاك تروح لها دلوقتي. جريت عليها مش حب فيها، لأ، علشان نفسي أشوفها وهي بتموت قدامي. وفعلا دخلت عليها الأوضة، لقيت شكلها غريب جدا جدا، وزي ما يكون عايزة تقول حاجة بس مش عارفة، زي ما يكون في حاجة بتخنق فيها، وعينها حمر جدا وشكلها متغير لست عجوزة جدا. قلت للشغالة اتصلي بالإسعاف بسرعة، وبقول في سري هتموت إن شاء الله قبل ما الإسعاف تيجي. وفعلا على ما الإسعاف جت كانت خلاص ماتت، وأنا عملت نفسي متأثر وكده قدام الناس. موتها بالرغم من إنه كان حاجة غريبة جدا، بس تقرير الطب الشرعي أثبت إن الوفاة طبيعية، ودفنتها وارتحت. حياتي بقت جنة. وبعد أسبوع خلصت إجراءات الميراث واستلمت كل فلوس أبويا وكل أملاكه. بقيت بجد غني جدا جدا، علشان أبويا الله يرحمه كان من أغنى الناس في مصر قبل وفاته، وحياتي بقيت أنا المتحكم فيها، وبقيت بعمل كل حاجة براحتي. حتى الفيلا اللي كنت عايش فيها مع عمتي بعتها علشان كانت بتفكرني بذكريات وحشة معايا، واشتريت قصر. ومع الأيام والحياة الجديدة بتاعتي فات شهر على وفاة عمتي، وبعد شهر بالظبط وأنا نايم حلمت حلم غريب جدا، بإني أنا قاعد في أرض كلها زراعة، وفي شخص غريب جدا شكله طويل وعينه حمر دم وأسنانه طويلة وضوافره أطول من إيده، وفي تعابين كتيرة حواليه بيقربوا مني وبيقولي اوعى تخلف الميعاد، اوعى تنسى العهد، وضربني بضوافره في ايدي. صحيت مفزوع من النوم وفعلا لقيت ايدي مكان ما ضربني بتجيب دم، لكنها اتضربت بسكينة. قمت جريت على المستشفى وعملت الإسعافات لإيدي وأنا مروح هتجنن من اللي حصل. ولو كان حلم يبقى ازاي اتعور كده، ولو كان حقيقة مين الراجل ده وازاي ده حصل؟ وعمال بفكر وكل ده وأنا ناسي ميعاد الدجال ده خالص. واليوم بدأ يعدي، ومع انشغالي في حاجات كتير جدا بدأت أهدى شوية وأقنع نفسي إن ممكن دي تكون قطة دخلت من الشباك مثلا وهي اللي خربشتني، والموقف اتصادف مع الحلم. يعني ممكن يكون حل مش منطقي بس بحاول أقنع نفسي بيه. وروحت في آخر اليوم وبدأت أنام، ومع الوقت دخلت في النوم، بس المرة دي صحيت على حد بيخبط على باب الأوضة، يخبط 3 خبطات ويسكت، ويرجع يعيد الخبط تاني، ويرجع يعيد 3 خبطات تاني. قمت متعصب جدا وقلت ده أكيد حد من الشغالين الأغبياء. أنا قلت أكتر من مرة محدش يصحيني مهما يحصل، وقمت أفتح الباب واللي هلاقيه في وشي من الخدامين هطرده على طول من الشغل. حطيت ايدي على الأكرة وفتحت الباب بعصبية، وفجأة الصدمة، لقيت عمتي في وشي بنفس الشكل الأخير اللي شفتها فيه من قبل ما تموت بدقيقة.